فاكرين اكرم توفيق؟ فاكرين لما كان ماشي من الاهلي؟ طب اسمع كده الحته دي. اسمع اسمع. جمهور وقتها كان عامل عليه حفله، ده عايز فلوس، ده باقي الاهلي اكبر منك، وكلام من ده كتير جدا. والسبب ان اكرم اختار يروح قطر بعد ما الاهلي ما قدرش يوصل للاتفاق اللي هو كان عايزه. ساعتها بقى اكرم بقى في نظر قطاع كبير من جمهور الاهلي واحد همه الفلوس وبس. طيب نعمل ايه بقى؟ نرجع شريط الاحداث. اكرم رجع الاهلي، وفجاه اللاعب اللي كان من شويه عايز الفلوس بقى اكرم توفيق ابن الاهلي، واللي كان بيتشتم وهو ماشي رجع لقى الدنيا بتقول له الحمد لله على السلامه يا بطل. يا جماعه هو احنا بنحب اللاعب حسب القميص اللي هو لابسه دلوقتي؟ يعني لما يمشي يبقى خاين وعايز الفلوس، ولما يرجع يبقى ابن النادي والروح والقتال والجرينتا؟ طب ما هو نفس اكرم، نفس اللاعب، نفس الشخصيه ونفس القرارات. اللي اتغير بس ان هو رجع الاهلي. وانا بقى انا مش جاي اقول اكرم غلط ولا صح، من حقه يدور على مصلحته، من حق الاهلي يوافق او يرفض. لكن اللي بيضحكني فعلا هو الجمهور نفسه، لان جمهور الكره ساعات بيحكم على اللاعب مش حسب اللي عمله، لكن حسب هو في صف مين دلوقتي. لو اللاعب خرج من الباب بيتقال عليه باع النادي، ولو رجع من نفس الباب بيتقال عليه وحشتنا يا ابن الاهلي. والحاجه اللي هتخليك تشجع اكرم توفيق تاني وتدعمه بعد اللي عمله هي نفسها اللي ممكن تخليني اشجع عبد الله السعيد تاني او اشجع بيزيرا لو رجع. واللي دعم امام عاشور بعد اللي حصل من حقه يدعم اي لاعب تاني. احنا في الاخر جمهور مش مجلس اداره، بنقول راينا وننتقد ونحفل، لكن القرار الاخير مش في ايدينا. فبلاش مزايده، يا نحاسب الكل بنفس المعيار يا كل واحد يشجع اللي هو عاوزه ويسيب غيره في حاله. بالمناسبه الموضوع مش اكرم بس، دي رساله لكل لاعب. انت ممكن تبقى بطل في نظر جمهورك النهارده ومتهم بكره وبعدها ترجع بطل تاني. عشان كده بلاش نحرق لاعب ونشتمه ونحكم عليه وقت الزعل، لان كرة القدم دوارة، واللي النهارده عايز فلوس ممكن بكره يبقى على قلبك زي العسل. تنساش تخبط لايك وفولو على الرايق. سلام.